يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. النهارده هقول لكم ازاي تتعلموا البرمجه بطريقه مجانيه وسهله، وكمان تقدر تقرا زي كانك بتقرا كتاب او تسمع فيديوهات، وكل ده بالمجان وبطريقه سهله وبسيطه. فما تنساش بقى واللايك والاشتراك في القناه. يلا بينا نبدا. اول حاجه هتحمل تطبيق مسارك البرمجي من على جوجل بلاي، او ده شكله. هتفتحه. هو ده شكله. بعد ما يفتح هتختار لو انت عايز انجلش هتغيرها من فوق. مصر وامريكا هتبدأ تغير اللي انت عايزه. هنا بقى اختبارات اللغة دي بيجيب لك تيست للي انت اختبرته، يعني امتحانات للحاجات اللي انت ذاكرتها عشان تتأكد ان انت فهمت الحاجة. مجالات البرمجة لو دوست كده هيجيلك كل انواع البرمجة: برمجة الويب، تطوير التطبيقات، علوم البيانات، الذكاء الاصطناعي، الامن السيبراني، وانترنت الاشياء، وتطوير البرمجيات، والواقع الافتراضي والمعزز، وبرمجة الالعاب، والانظمة المدمجة، والألعاب السحابية، والتكنولوجيا المالية، والهندسة الصوتية، ونظم المعلومات الجغرافية. بعد ما تشوفهم زي كده تختار المجال اللي انت عايزه، مثلا تطوير التطبيقات هتختاره. هتنزل تحت كده وتختار انت عايز اندرويد ولا اي او اس ولا فلاتر. انت اختار بقى عايز تعمل تطبيق عن ايه. مثلا هتدوس كده مطور تطبيقات، كده هيعلمك ازاي تعمل تطبيقات بلغة الجافا والكولتون والاكس ام ال والاس كيو ال. كل واحدة ليها. في بايثون برضو، لو انت عايز تتعلم البايثون هقولك ازاي. هترجع كده بعدين على اختبارات اللغات هتدوس عليها، بعدين هتختار اللغة دي بايثون جافا اي حاجة، هتدوس تعلم اللغة وهتبدأ تتعلم اللغات. كمان لو دوست تتعلم البايثون مثلا اهو هيجيب لك كل حاجة، وادي الاكواد لو انت عايز تتعلمهم بقى براحتك. ودي طريقة سهلة وبسيطة. فادعمونا ان شاء الله بالاشتراك، واحنا ان شاء الله نبقى قد دعمكم ده ونعمل لكم فيديوهات. ولو عندكم اي استفسارات اكتبوه لي تحت في الكومنتات، وانا ان شاء الله اعمل لكم فيديو مخصص عن الاستفسار بتاعكم. ونبقى كده خلصنا الفيديو بتاع النهاردة. كان معكم اياد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.